ايه بقى مش هنحجز؟ لا استني بس، انا في حد قال لي ان مفيش سابقه اعمال. مين قال لك كده؟ اتفرج، احنا شركه بقالها 15 سنه في السوق العقاري، عندنا اكتر من 20 مشروع متنفذ ومتسلم على ارض الواقع، وعندنا اكتر من 1500 عيله عايشه بالفعل في وحدتها. طب انتوا مين بقى؟ احنا شركه اوربس ديفلوبمنتس، احنا شركه بقالها اكتر من 15 سنه في السوق العقاري، عندنا شراكات قويه جدا مع هيئه الاستثمار وقطاع الاعمال ووزاره الداخليه ونقابه المعلمين. يعني انت بتشتري مع كيان محفور في صخر مش لسه بيجرب. ده مطور قوي، يبقى اكيد الاسعار عاليه واللوكيشن مش احسن حاجه. احنا في قلب الار 8 وفي قطعه ارض جهاز العاصمه مصنفها سكن متميز، وده عشان هي بتطل دايركت على السنترال بارك وكمان غير السيرفيس اريا، ولان ده اول طرح لينا كمان في الار 8 فمتوسط سعر المتر 28000 جنيه بس المتر 28000 وفي العاصمه، يبقى اكيد نظام السداد هيتغطى. بالعكس، انا المقدم عندي بيبدا من اول 5% والاقساط بتوصل لحد 12 سنه، أقل وكمان هتمتلك شقه غرفتين اقل من 100 متر بمقدم بيبدا من اول 124000 جنيه. مساحه الغرفتين اقل من 100 متر، طب دي هتصفي على كام؟ انت عارفه نسبه التحميل في العاصمه؟ عارفه، وعشان كده عاملين اقل نسبه تحميل في العاصمه واعلى صافي مساحات، يعني كل متر دافع ثمنه هتستفيد بيه، وكمان مساحات مختلفه من اول 2 بيد و3 بيد و4 بيد وكمان الدوبلكس. ها بقى، بعد كل ده لسه شايف ان احنا ما عندناش سابقه اعمال؟ لا طبعا، ده انا عايز احجز. وانت كمان لو عايز تلحق الفرصه دي سجل دلوقتي.